واش هذا الشيء اللي داز دابا وهذا الفيضان واش كامل انه اصطناعي؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو. من بعد بزاف ديال الناس كيهضروا على هذا الشيء انهم زعما كيديروا تلقيح للسحاب اللي كدوز. معكم عبد الله. الا كنتي اول مره كتشوف هذه الصفحه ما تنساش انه تدعمنا بديك متابعه وشي لايك. وجا الاخوان ان هذا الشيء بحال انه الشرك. الصراحه انا هذا الشيء باقي ما تخليه للدماغ. واش ممكن نتحكموا في الكميه ديال الشتا اللي غنطيحوا من هذيك السحابه؟ واش ممكن نتحكموا في السحابه فين طيح الشتا بالضبط فين بغينا حنا؟ هذا الشيء اللي غادي نعرفوا في هذا الفيديو. المغرب سيدي مع الجفاف اللي كاين وقله ديال التساقطات المطريه كياخذ اجراءات استعجاليه، ومن ضمن هذه الاجراءات الاستعجاليه عمليه الاستمطار اللي هي تلقيح السحب. شنو هو هذا الاستمطار ثاني؟ بلاتي الا سمعتي هذه العمليه ديال تلقيح السحب غتصحابك شي عمليه جديده. اسمعوا لي خويا، اسمعوا مزيان. لا الشريف، المغرب بدا العمليه ديال الاستمطار في الثمانينات تشريف وبتنسيق مع وكاله التنميه الامريكيه. اما التقنيه ديال الاستمطار امتى وصلوا لها العلماء؟ فراه سنه 1946. وشحال هذه؟ دابا غنشرح لكم شنو هي التقنيه ديال الاستمطار ولا الرش ديال السحاب. كنشدوا سيدي واحد السحابه معينه وكنرشوها بواحد البذرات اللي هي في الاصل بلورات من الاملاح او لا يودير كيطيحوا زعما. وشنو كيوقع من بعد؟ هذوك البذرات ملي كيهبطوا للسحابه كيتشكل هذاك البخار الماء اللي كاين في السحاب كيتشكل حول هذوك البذرات على شكل قطره ديال الماء، ومني كيوليو في واحد الحجم معين وواحد الوزن معين الجاذبيه ديال الارض كتهبطوا وكتهبط قطره مور قطره مور قطره مور قطره وكيولي عندنا سيدي تساقط ديال الامطار. واحد النقطه زعما قالوا كانوا كيديروها شحال هذه، ولكن هذا الجفاف اللي كاين ما بين 2017 حتى 2024 دابا تنزل الله هذا الرحمه دابا اللي كاينه ممكن. انا الصراحه ما فهمتش والو. التقنيه هذه كيديرها المغرب من شحال هذه كما قلت لكم، وامتى بالضبط؟ من نوفمبر حتى افريل، من شهر 11 حتى شهر 4 من كل سنه. وكتعتبر التقنيه ديال الاستمطار تقنيه صديقه للبيئه بحيث انها ما قال لك ماشي ضارين اي حاجه اصطناعيه ولا شي حاجه راه ضارين. المكونات اللي كنستعملوا او هذوك البذرات اللي كنرشوهم على السحاب ماشي ضارين. شويه هذاك يوديد الفضه مؤخرا بداو كيقولوا بانه مضر، وبعض الدول حيدوه وبقاو كيستعملوا غير الاملاح. على سبيل المثال الامارات ما بقاش كتستعمل يوديد الفضه في الرش. ممكن يختاروا السحاب. المدير العام للارصاد الجويه والدرك الملكي هما الوحيدين اللي مكلفين بهذه العمليه هذه في المغرب، وهما بجوج اللي كيختاروا بالضبط اين السحاب غادي يتم التلقيح ديالو. راه ماشي السحاب مثلا كاين فوق المدينه وغادي نمشيو حنا نلقحوه، هذاك الشتا اللي مشى تحت زعما تمشي حتى لحدا شي سد باش طيح تما يعمر. المواقع في نظرك اللي كيكونوا مزيانين باش هذيك الشتا نستافدوا منه حنا. اهم المواقع اللي خص تطيح فيهم الشتا هما السدود والانهار. عوض نمشيو نلقحوا حنا ديك السحابه اللي طيح لنا مثلا في البحر ولا طيح لنا في شي صحراء اللي ما غنستافدوا منها والو. الناس اللي مكلفين بهذه التقنيه كيختاروا سحب اللي كتكون اغلبيه ديالها غادي تكون فوق السدود ولا الانهار، باش ملي كيلقحوها هذاك الشتا كطيح في السدود وبالتالي تتلج بزاف ديال الناس وما كتضيعش هذاك الماء ديال هذيك السحاب. وفي اوروبا ايضا ملي كيبغيو يديروا مثلا شي العاب اولمبيه شتويه اللي كتكون فيهم رياضات عندها علاقه بالثلج، اش كيديروا؟ كيلقحوا هذوك السحب اللي كاينين فوق هذوك الجبال اللي غيلعبوا فيهم مثلا. ملي كيلقحوهم شنو كيطيح الثلج، وبالتالي كيولي عندهم كميه كافيه من الثلج باش يلعبوا هذيك المسابقه على خاطر. غادي تقول لي سيدي كيفاش كنلقحوا حنا هاد السحب؟ انا غنشرح لك. كاين جوج طرق، يا كنلقحوا السحابه من الفوق يعني من فوق السحابه اولا من التحت. شحال هذه؟ هما الاخوان كيقولوا بلي انها كاينه هذه الطريقه، ولكن واحد الحاجه دابا بزاف ديال الدول اللي كيكون فيها الجفاف، مثلا حنايا في المغرب رحنا الجفاف من 2017 حتى 2024. علاش في 2018 و2019 و20 ولا 21 ما داروش هذه التقنيه ولا هذه الطريقه باش انه تكون الشتا؟ حتى دابا الاخوان الا كاع كانت هذه الطريقه ما غاديش تكون 100%، غادي نعطيها ما بين 10 ولا 15، وهذا الشيء داخل في شيء نديق هذا الشيء الا ما كانش نيت شي خبر اللي غيكون 100%. اما هذا الشيء حيت مثلا بحال الدول اللي لاباس عليهم وعندهم الحراره وكيكون بعض المرات انه كيكون الجفاف، مثلا حنا غادي نمشيو لقطر اللي عندها الزباله ديال الفلوس، فراه ممكن غادي تشري هذا الشيء ومن بعد انها تكون عندها الشتاء حيت عريقه. هذا الشيء اللي كاين الاخوان الصراحه بغيت الاراء ديالكم في التعليق ويلا.